بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى مربى عملتها في حياتي، وأجمل وأطعم مربى كركديه. بجد مش هتصدقوا إن دي مربى كركديه. لونها تحفة، قوامها رائع، فيها قطع طعمها حلوة جدا ودايبة، مززة على مسكرة. الناس اللي بتحب طعم مربى التوت البري بجد طعمها خطير. طبعا مربى التوت غالية قوي، ودي حلوة قوي وبديل رائع. هوريها لك المربى عملناها ازاي، ولما تقلت في التلاجة اتفردت معايا بمنتهى السهولة زي ما انتم شايفين كده. بصوا قوامها. المربى دي ليها شروط كده عشان تبقى ناجحة، هقولك عليها. في طريقتين ليها، هقولك على الطريقة الحلوة قوي اللي هتجربيها من اول مرة وتنجح معاكي، وخطوات انا عملتها هقولك ما تعمليهاش برضو. حلوة قوي. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة انا عايزة كوبايتين كركديه غسلاهم كويس قوي ومصفياهم تمام كده، وسايباهم ينزلوا ميتهم. خلاص اخدتهم بقى على النار، حطيت حلة وحطيت فيهم كوبايتين الكركديه وعليهم كوبايتين ميه. يعني انا بحط كل شويه نص كوبايه ميه، كوبايتين ميه على كوبايتين الكركديه. اهم خطوه ان انا اسيب الكركديه يستوي لحد ما يدوب خالص، يعني يستوي الكركديه نفسه، يستوي في الميه من غير اي اضافات. اتاكد ان الكركديه داب خالص معايا. اقفل تاني واسيبه على نار هاديه خالص لحد ما اتاكد الكركديه خلاص كده. اهو طلعته، حطيته على شوكه وهرسته كده، لقيته دايب. بس خلاص انا مش عايزه اكتر من كده. تقدري تعملي بالطريقه دي ان انت تصفي الكركديه وتطحنيه في الخلاط وتحطيه على النار تاني. الخطوة دي انا بقولك ما تعمليهاش، يعني الاحلى انك تكملي على النار عادي بقية المكونات اللي انا هقولك عليها. دي الناس اللي ما بتحبش قطع المربى في قلب المربى، يعني ما تحبش قطع الكركديه تبان. انما في المربى دي بالذات قطع الكركديه بتبقى خطيرة. انا عملت نوعين وحطيتهم على بعض تمام كده، زودتهم شوية مية وضربتهم في الخلاط ونزلتهم على النار تاني. طبعا الريم اللي بيطلع ده نتيجة ضربه للخلاط. الخطوة دي انتي اعمليها كلها على النار. لما تلاقي الكركديه استوى خلاص كده، لما تلاقي الكركديه استوى زودي السكر بتاعك اللي هو على الكوبايتين الكبار 4 كوبايات سكر وتلات أكياس فانيليا. طبعا هكتب لك المقادير بتاعت نص المقدار بالظبط مظبوطة قوي. وعصرت ليمونة كبيرة على الكمية اللي أنا عاملاها. أنا هكتب لك المقادير بالظبط اللي انت هتقدري تعمليها وتجربي بيها أحلى مربى تاكليها في حياتك. طبعا عشان ضربتها في الخلاط فطلعت لي ريم. دي انت لو عملتيها من غير ما تضربيها في الخلاط مش هتطلع ريم خالص. بجد مربى حلوة وطعمها حلو قوي وتستاهل التجربة. لو عملتيها مش هتبطلي طبعا تعمليها. خلاص كده هي غليت. طبعا بتبقى قوامها زي الشربات التقيل تمام. بس انا مش بسكت بقى على ان هي زي الشربات التقيل بس، لان طبعا الكركديه عباره عن سائل. بجيب بقى معلقه جيلاتين كبيره قوي، يعني دول معلقتين على الكميه اللي انا عاملاها، ونص كوبايه ميه، وابدا ادوبهم واحطهم على المربى واقلب. ودي هتبقى ماده الربط بتاعتي اللي هتربط المربى وتخليها حلو قوي. في ناس بتحط نشا وبتقلب لمهلبيه، انا مش بحب طعمها خالص. انا الطريقه دي طريقه ناجحه 100%. بصي الطريقة دي، طبعا انا عملت جزء ضرباه في الخلاط وجزء مش ضرباه في الخلاط. ده الجزء اللي مش ضرباه في الخلاط كنت نقعاه، ودي المية بتاعته. تقدري طبعا تعمليها عصير كركديه عادي جدا. بصي بقى الجزء اللي هو اللي فيه قطع خطير، ولونها يا جماعة مش ممكن يعني. الناس اللي بتحب الحاجة المززة المسكرة طعمها خطير. بس خلاص انا كده ابدأ بقى اغرفها في قلب اي حاجة ازاز، برطمانات ازاز، علب ازاز، براحتك خالص. تمام. انا غرفتها ولازم اسيبها تبرد خالص. قدمتها معاكي ساده بالفانيليا، وفي ناس بتحط عليها قرنفل، بس انا بصراحه ما حبيتش طعمها بالقرنفل. انا جربت ما حبيتش طعمها بالقرنفل. ساده احلى بكتير، طعمها اجمل، والقرنفل كمان بيغير لونها، طعمها اجمل بكتير. بصي لما سبت الباقي تبرد، كل ما بتسيبيها طبعا الجيلاتين هيخليها تتقل زي ما انتوا شايفين كده. وحطيتها بقى في قلب العلب والبرطمانات وفي التلاجة. وبعدين بقى طلعتها من البرطمان، حطيت شويه في طبق بس عشان اوريهم لك. افرد معاكي على التوست. بصي بقى تاني يوم لما فردتها معاكي
بصوا قوامها تقل ازاي، خطير. ولونها يا جماعة، وطعمها بقى ومزازتها وطعمها حلو على ميزز كده. يعني في ناس كتير قوي ما كانتش مصدقه طبعا انه كركديه، وقالت لي لا دي مربى توت، بس هي كركديه وطعمها حلو قوي وسهله وبسيطه. وطبعا زي وصفاتنا اللي كلها بسيطه. جربي الوصفه دي ومش هتندمي، ومش هتبطلي تعملي مربى الكركديه. طعمها حلو قوي، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.